السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله بالله بينا فيديو جديد. واليوم يا شباب جينا لكم فيديو جديد عن مهنة مدرب الحلقة الثانية. طبعا نحن مهنة مدرب مثل ما اللي ما شاف الحلقة الأولى ينزل رابطها بالوصف أو قبل هذا الفيديو بالقناة راح تلاقيها. طبعا نحن مدربين ليوفنتوس ومبارح فزنا مباريتين ورا بعض، أول مباراتين بالموسم. واليوم يا شباب إن شاء الله راح نلعب ضد لازيو، وراح نلبس هذا اللون، هو راح يلبس اللون الأخضر، وإن شاء الله نفوز بهي المباراة. طبعا راح نخلي الخطة هيك يعني ثلاثة قدام، ثلاثة وسط، 4 دفاع والحارس. طبعا ما راح نبدل وما راح ننزل موراتا. خلينا نشوف اداء هذا اللاعب عشان اذا كان حلو يعني ما بقى نبدله، لانه نحن ما بنعرف اداؤه وعم نبدله بدون ما نشوف اداؤه، يعني عم ننزل موراتا بداله ونحن ما عم نشوف اداؤه. طبعا نحن راح نلعب ضد لازيو، ثالث مباراة بالموسم الإيطالي، وإن شاء الله راح نفوز بالموسم أو نكون من الأربع الأوائل إن شاء الله بهذا الموسم يا شباب. طبعا يعني إذا عجبكم الموسم لا تنسوا اللايك والاشتراك، وطبعا مستمرين بهذا الموسم مع يوفنتوس، وإن شاء الله السنة الجاية راح نغيره. أوكي، كورة رونالدو يتقدم ويشوط من بعيد، جول جول. هذا هو يا شباب اللي عم بدله ريبروت، يشوط كورة رونالدو ويسجل ريبروت، رجعت من الحارس ودخل جول يا شباب، أول جول إلنا. هذا هو يعني شيء جدا 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 جميل، أول جول من أول 8 دقائق، كورة من إيده. يقول الحكم لصالح فريق يوفنتوس بسبب تكسير رونالدو. كورة من دي ماريا وكورة، ولكن لم يلحق الكورة ليسجل الثاني. كورة من الدفاع إلى الأمام، يأخذ الكورة ويشوط ولكن عالية. كورة من ديبالا يلعب كورة لرونالدو، دون، وكورة من ريبرود، هدف ثاني بنفس الطريقة. يشوط رونالدو ويتصدى الحارس ويشوط ريبرود نفس الطريقة، اسيست رونالدو وهدف ريبرود جدا جميل من نوع واحد من نادي يوفنتوس العجوز، ولكن تصدى بوفون. كورة للدفاع، الدفاع يرفع الكورة، كورة وصلت لخط الوسط، ديبالا 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 ديبالا، خطأ واضح وبطاقة صفراء، إنذار لفريق ليزيو. كورة ودي ماريا ولكن الدفاع. كورة ينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 للسيد العجوز. اوكي يا شباب، مثل ما شفتوا ريبروت عم نزل مراته بداله، بس طلع ريبروت اسطوري. وطبعا امبارح كنت عم بخربط، يعني عم بحط عم بقول ديبالا دي ماريا بدال ديبالا، فاعذروني يعني خربط بالحلقة الأولى. هلا يا شباب بدأ الشوط الثاني من يد رونالدو لريبروت، ريبروت لرونالدو، ورونالدو لريبروت، وريبروت يتقدم على الهدف ويشوط تسجيل الثالث، هاتريك من ريبروت. ما هذا يتقدم من رونالدو، يعطيه الكورة ويشوط ويسجل هدف، يسجل الهاتريك للسيد العجوز. مباراة مجنونة، كورة ولكن خطأ واضح وبطاقة صفراء لفريق ليزو، البطاقة الصفراء الثانية في المباراة. كورة ولكن خط الوسط يقطع الكورة يتقدم ليشوط كورة، ولكن خط الوسط وكورة ويتصدى بوفون، جول جول. ما هذا الهدف، يتصدى بوفون ويشوط مثل هدفين ريبروت الأوائل،
وكورة ريبروت ولكن لم يأخذ الكورة. يتصدى الحارس. كورة من دي ماريا يشوط ورونالدو وريبروت سوبر هاتريك. جول. هدف من نار من رونالدو إلى دي ماريا إلى رونالدو وإلى ريبروت، ويسجل السوبر هاتريك بمباراة واحدة. مباراة لصالح يوفنتوس، المباراة الثالثة على التوالي بالفوز. اوكي يا شباب، فزنا المباراة مثل ما شفتوا 4-1. صراحة أنا ما بعرف ليش كنت أمشي لهذا اللاعب وبحط محله موراتا، ما بعرف ليش، لأنه أنا بعرف موراتا لعيب بس ما شفتوا أداء أسطوري لهذا اللاعب. طبعا مثل ما كنتم شايفين صرنا المتصدرين بالدوري، وتحتنا ميلان. طبعا ميلان مثلنا بالنقاط 9، ومثل ما كنتم شايفين كان ما مسجل ولا هدف، سجل 4 أهداف بمباراة وكسح الهدافين وصار الأول، صار الأول مباراة واحدة. طبعا هلا راح نلعب مباراة تانية ضد هذا الفريق، طبعا إن شاء الله نفوز. راح نلعب باللباس الأزرق. طبعا ما راح نشيل هذا اللاعب أبدا، ما بنشيله أبدا، طلع كتير يعني لعيب ساعدنا كتير بالمباراة الأولى. هلا راح نلعب المباراة الثانية باللباس الأزرق. فريق يوفنتوس باللباس الأزرق في هذه المباراة الرابعة على التوالي. هل سيفوز بالمباراة الرابعة أم لا، بسبب فوزه ب3 مباريات متتالية الأولى بالموسم؟ كرة من أوتوار صاحب ال4 أهداف في المباراة السابقة، لكن يتصدى بوفون. جول أول من تورينو، من فريق تورينو على يوفنتوس، على السيد العجوز. هل سيكسر هذا الشيء الذي فاعلينه السيد العجوز؟ وكورة جول التعادل من أرتوار بدل ريبروت. هذه المباراة يسجل التعادل ولم يسمح لجول الفوز. ريبروت جول الكرة دي ماريا وكرة جول. ما هذا يا دي ماريا، ما هذا يا ابن يوفنتوس، ما هذا يا ديبالا، يا ديبالا. لا هذا مش دي ماريا، هذا ديبالا الأسطورة. كرة ركنية، كرة إلى جول ولكن الحارس يتصدى. هي المباراة بعد الدقيقة يوفنتوس بنتيجة 3-1. مثل ما شفتوا فزنا مباراتين ورا بعض، 3-1. مثل ما شفتوا جول من أوتوار وجول من ريبروت وجول من ديبالا أسطوري. هذا الجول دخله ديبالا. طبعا هلا يمكن لساته الهداف أرتوار، لا صار ريبروت يا شباب، صار ريبروت بدل أرتوار. إيش هذا يا ريبروت؟ 5 أهداف وبعده أرتوار وبعده ديبالا، يعني نحن متصدرين الدوري بالأهداف. وبالأسيست رونالدو، قلت لكم هو اللي بيأسس الجوال. 5 أسيست من رونالدو. طبعا مثل ما كنتم شايفين نحن متصدرين الأول ب12 نقطة، نحن والميلان نفس النقاط 12 نقطة، يعني مواجهين كتير بعض نحن. وبس يا شباب، نكون وصلنا نهاية المقطع. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة، باي باي.